ما هو ربنا اللي أخبرنا بهذا. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. أنت عملت صدقة لله، عملت عمل خير لله، وقفت مع أخوك المسلم لله، تيجي تمن عليه وتقول له ده أنا عملت لك، أنا سويت لك، أنا غلطان اللي أنا اديتك. أنت كده بتمن عليه، لأن العمل لو لله أنت أساسا مش هتسأله إلا بكل أدب، لأن المن أي المنان مطرود من رحمة الله، كما أخبرنا النبي 3 لا يدخلون الجنة، ومن بينهم المنان اللي بيمن على الناس بأعماله الخيرية أو أعماله الصالحة. طب أدي المن، إيه حكاية الأذى؟ ما أنت لما تمن عليا بعمل أنت عملته معايا لله، ما أنت بتأذيني نفسيا لما تقول لي كلمة كده أنا عملت وسويت ودي آخرتها. ما هو أنا معثر، أنا معيش أسد. لما تفضل أنت تديني بكلمات قاسية، بكلمات من التجريح والتوبيخ، ويقينا هتدخل عليا بأذى. أنت بتأذي أخوك المسلم، يبقى نخلي بالنا، ما نجرحش بعض، ما نوبخش بعض. ربنا موسع عليك وبتعمل أعمال خيرية أو أعمال صالحة، اوعى تزعل على ردة فعل الآخر حتى لو وكل مالك، لأن أنت في الأساس ابتغيت بهذا الأجر والثواب من عند الله. فهو سد ما سدش أنت أخدت الأجر، ولو جه معاد سد الدين وما سدش بيتحسب الأجر أجرين. يعني أنت مثلا أقرضت واحد 1000 أو 2000، قال لك بعد شهر أو شهرين هسد لك مالك، جه معاد سداد الدين وما قدرتش تسد أو ما قدرش المدين يسد، بيبتدي فترة جديدة، بدل المفروض ما هم 2000 هيبقى 4، لأن أنت معاد السداد جه وما قدرش يسد. فربنا سبحانه وتعالى من كرم وجوده بيضاعف لك بقى الأجر مضاعف. قال لك اديني كمان شهر، بعد شهر جه وما قدرش يدفع، معلش مهلي، انظرني، اتركني، انا لسه ظروفي صعبة. يبتدي عد جديد، ال4 هيبقوا كام؟ 8000. انت بتتعامل مع إله عظيم كريم جميل، يبقى حسنات شغالة، حسنات جارية، عشان انت انظرت اخوك المسلم، انظرت اخوك المعسر. يبقى انت بقى تيجي تزعل وتقول انا غلطان اللي انا عملت، انا غلطان اللي انا اديتك، انا غلطان اللي انا ساعدتك. ضيعت كل عملك، ضيعت كل اجرك، ضيعت كل العمل الخير اللي انت كنت بتعمله. بل بالعكس، ممكن بعد ما كنت بتاخد حسنات تتقلب لأوزار وسيئات. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا. تبطل البطلان هنا مش للتوقيف فقط، لا، ده ممكن يبقى عليك وزر كمان، لأن من الذي وسع عليك وأعطاك هذا المال؟ الله. يبقى أنت لما تصبر وتحتسب يقينا هيعوضك الملك. فاحمد الله وما نتعبش بعض، ما نتعبش بعض. الرحمة حلوة، الرحمة حلوة، إن احنا نملأ قلوبنا رحمة.